الناس بتسألني: انت قاعد على السرير ومالك ما بتطلعش بره ليه؟ قلت لهم: انا تعبان من ماتش الاهلي، من ماتش الاهلي بطلائع. يعني الطلائع اللي هي في المركز ال 14 اللي كله بيلطش فيها، وهي تروح ماتش الاهلي اللي المفروض الماتش ده هيحدد لك انك تخش الابطال، ولا هيحدد لك تاخد الدوري. والناس تقول لي: انت طب اطلع بره. اطلع بره اعمل ايه؟ اطلع بره بعد الماتش ده، ولا اطلع بره بعد ماتش من بيراميدز، ولا اطلع بره من ماتش يا جدع اقول ايه؟ والتعادلات اللي احنا بنتعادلها بتاع البنك وبتاع. هي فين الفرقه؟ ولا زيزو باين لنا حاجه، ولا امام عاشور. امام عاشور عنده بس تك 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 وعايز طب ما تلعب يا عم لزمايلك، يا عم تندهوا على بعض. بن شرقي مش عارف له، مش شايفه في الملعب. مروان عثمان برضه نفس النظام، كورتين ثلاثة قدام الملعب، قدام الجون. الظاهر ان الشعرتين بتوعهم ما بيجوا على الشعرتين يتزحلقوا، الكرة تتزحلق. طب ده الاهلي معاه نجوم، ولا ده بص بقى، تاخد دوري وابطال وكؤوس مش كاس، وتاخد ابطال افريقيا مستريحه، وممكن تروح تنافس على كاس العالم. هو في ايه بالظبط في الاهلي؟ هل ده سوء اداره، ولا سوء دكه بالمدرب؟ السؤال ده بقى للجمهور. هل الاهلي كده؟ احنا كده بقالنا 3 سنين كده على هذا الوضع. والكابتن محمود الخطيب الله الوكيل راجل محترم، راجل طيب وراجل ذوق وراجل محترم، الله الوكيل. ده اللي انا بقوله وانا صايم. بس يا كابتن محمود، انت ما تصلحش الاهلي بعد حسن حمدي ومحمود طاهر. مفيش. شكرا.